السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلاب، بالنسبة لموضوع دراسة مادة الرياضيات، المادة ضخمة كتير كتير، والطالب عم يكون محتار شلون بده يدرسها، من وين بده يبلش، شلون بده يسيطر على المادة. راح أقترح عليكم فكرة أنا قد تساعدكم بهذا الأمر. طريقة لوضع مخطط لدراسة مادة الرياضيات. نحن عندنا مادة الرياضيات بتتقسم لقطوع وأشعة، احتمالات، مصفوفات، عقدية. الوحدة الأولى تحليل، يلي بسموها الوحدة الزرقاء، اللي هي من بداية كتاب التحليل إلى ما قبل التكامل. تحليل اثنين يلي هي مسائل التغيرات، بنقصد فيها تبع الوحدة الخضراء. العامات تبع التحليل، يعني آخر كتاب التحليل مثلا. وفي عنا التكامل، معروف درس التكامل. هدول صاروا 8 بنود، بيرتبهم الطالب من الأسهل، بدءا من الأسهل بالنسبة له. بيرتبهم الطالب لهي الأبحاث بدءا من الأسهل بالنسبة له. مثلا المصفوفات رقم 1 عند هذا الطالب، القطوع رقم 2 مثلا. بعدين بيقول لك أنا عندي التحليل، الوحدة الأولى تحليل رقم 3، وبيرتب هيك ليخلصوا 8 بنود، مع مراعاة شغلي بهذا الترتيب، انه عنا اللي جنبهم اخضر إلهم شوي علاقة ببعض، بيساعدوا ببعض يعني. الأشعة والمصفوفات والعقدية. في عنا القطوع والاحتمالات ما دخلهم غير بحالهم. في عنا التحليل كله مرقم لك اياهم هون بالأزرق، لاحظ. هدول مرتبطين ببعض أكيد وفقا للأرقام. وعلى اليمين أنا حاطط هون الدرجات لكل بحث. هلأ بعد ما رتب الطالب الأبحاث الثمانية أو المحاور الثمانية للمنهاج حسب رغبته له، يبدأ الطالب بالدراسة بدءا من رقم 1، وما بيتركها ليخلصها، ثم ينتقل إلى رقم 2، إلى رقم 3 ليخلص ل8. هيك بيكون جزأ المادة على مراحل، وقدر يسيطر على المادة. هلأ حطيت أنا الدرجات، ففي طالب عم يدور مثلا على علامة النجاح مشان يعرف إنه كيف يأمن علامة النجاح. هلأ وفي طالب حاطط عينه على التفوق. هذا الطالب لازم ما يترك ولا تفصيل إن شاء الله تعالى. منكرر هاي علامات كل مادة. في فكرة إنه إيش بيجي طلبات تحليل. الفكرة هي طلبات التحليل معروفة: استمرار، قابلية اشتقاق، أوجد المشتق حسب التعريف، برهان نهاية، برهان تماس، تقريب خطي. كاتب لك يا هون إلى آخره. أسأل الله العلي العظيم لكم التوفيق. وفقكم الله ورعاكم.